واش عمركم فكرتوا علاش المغرب تيتسمى الدولة العريقة، وعلاش فاش كطرح هاد الحالة في المحيط الإقليمي ديالنا تيبقى المغرب هو صمام الأمان اللي ما كتزعزعوش الرياح؟ اليوم غادي نهضروا على واحد الخطوة كبيرة، خطوة اللي تتحمل في الثنايا نتاعها حكمة واستشراف لمستقبل الدولة. تعيين ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسقا عاما المكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. هذه ماشي مجرد صفة بروتوكولية، هذه رسالة طمأنة للداخل ورسالة قوة لكل من تسول له نفسه يتربص بهذه البلاد وعلى الثوابت نتاعها. اليوم غادي نحلوا علاش هذا التعيين جاء في هذا التوقيت بالضبط، وكيفاش هذه المدرسة العسكرية غادية تزيد تقوي جدار الصد المغربي ضد مناورات خصوم الوحدة الترابية. وغادي نشوفوا هذا القرار فاش تيهم المواطن المغربي. هذا النصيري معكم ويلا نبداو على بركة الله. المغرب يا إخوان تيتميز بنظام فريد في العالم، وهو نظام الاستمرارية الهادئة. فاش تنشوفوا التعيين ديال ولي العهد في هذا المنصب الحساس، خاصنا نعرفوا باللي هذه سنة حميدة وضع اللبنات نتاعها الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله. وهنا الرجوع للتاريخ مهم، حيث في 1985 الملك الحسن الثاني عين ولي عهده آنذاك واللي هو الملك نتاعنا دابا محمد السادس حفظه الله في نفس هذا المنصب. والهدف كان واضح، إعداد قائد تيعرف أدق تفاصيل المؤسسة اللي هي عماد الدولة. اليوم ودابا التاريخ تيعاود نفسه من جديد بين الملك ولي العهد نتاعو. هذا التعيين كيبين باللي هرم السلطة في المغرب تيشتغل بوضوح تام وبدون أدنى غموض. فاش تيدخل ولي العهد القيادة العامة راه تيتشبع بروح الدفاع عن حوزة البلاد والوطن وتدبير الملفات الاستراتيجية اللي تتخلي المغرب ديما خطوة لقدام على الخصوم نتاعو. دابا نبسطوا الحدث كيف العادة باش كل شيء يفهم شنو تيعني المنسق العام. في قاموس القوات المسلحة الملكية الأمير مولاي الحسن الله يحفظه ما بقاش غير تيمثل الجانب الدبلوماسي والمدني، بل دخل القلب المؤسسة السيادية. هذا المنصب هو مركز العمليات وهو اللي تينسق بين مكاتب القيادة العامة. ولي العهد دابا غيتعرف عن قرب أكثر على هرم القرار العسكري، وهذا الشيء تيعطي استقرار نفسي وسياسي كبير للمواطن المغربي وللمؤسسة العسكرية بحد ذاتها. وطبعا راه فاش تيشوفوا خصوم مملكتنا انتقال الخبرة والمسؤولية في المغرب تدوز بهذه السلاسة والاحترافية، تيتأكدوا باللي أحلام السراب والفراغ أو الارتباك اللي تيروجوا لها في إعلامهم هي مجرد أوهام ليس إلا. ودخول عقول ودماء شابة المؤسسة عريقة بحال القوات المسلحة الملكية تيعطي دفعة قوية وتيخلي المؤسسة ديما مواكبة التحديات الجديدة. المغرب تيبني مستقبل آمن وتيرسخ تقاليد دولة تتعرف فين غادية وبأي سرعة تتمشى. احنا عارفين باللي الجار الشرقي تيعيش حالة من التوجس وديما تيحاول يقلب على أي ثغرة باش يمس استقرار المغرب. هذا التعيين هو الجواب الشافي، وفي ظل تحركات ميليشيات البوليزاريو وراء الجدار وتصعيد اللهجة من طرف الجزائر، المغرب تيرد وتيجاوب بالمؤسسات ماشي بالملاغية وقوة الهضرة وصداع الراس. هذا التعيين تيقول للعالم باللي المؤسسة العسكرية المغربية مؤسسة قوية منظمة ومرتبطة برأس وهرم الدولة ارتباطا روحيا وجسديا وفكريا لا يتزعزع. وهذه الخطوة تتعزز ثقة الشركاء الكبار بحال أمريكا، إسبانيا، فرنسا والإمارات في المغرب كدولة مستقرة، حيث المستثمر الأجنبي تيبغي يشوف باللي مستقبل الحكم واضح وما فيش مفاجآت. وهذا الشيء هو الذي حققه هذا التعيين بذكاء كبير وفي هذا التوقيت. المغرب ماشي دولة عدوانية ولكن دولة حازمة وصارمة. وجود ولي العهد في قلب التنسيق العسكري تعني باللي الجيل القادم من الحكم في المغرب متشبع بنفس العقيدة. الصحراء مغربية ولا مساومة على شبر واحد منها. وشي ناس تيسولوا وتيبغيو يعرفوا هذه التعيينات العسكرية فاش تتهمني أنا كمواطن مغربي؟ الجواب بسيط يا أخي، الأمن هو العملة الصعبة
فاش تيكون عندنا نظام ملكي مستقر ومؤسسة عسكرية قوية وواضحة المعالم ومستقبل حكم مضمون تحت قيادة الملك وولي عهده اللي مكون أحسن تكوين. هادشي تعني باللي السياحة غتزيد، الاستثمارات غتكبر، والمشاريع الكبرى بحال ميناء الداخل الأطلسي ولا أنبوب الغاز، كل هاد المشاريع غتمشي للأمام وبدون خوف. المغاربة بفضل الله وبفضل حكمة ملكهم تيعيشوا في جزيرة استقرار بفضل الله وسط بحر من الاضطرابات، وهذا التعيين هو الضمانة باللي هذا الاستقرار غيبقى الجيل ورا جيل بإذن الله. في الختام، هذا التعيين ديال ولي العهد الأمير مولاي الحسن هو عنوان للمغرب القوي، مغرب التقاليد اللي تعرف كيفاش يجدد راسه ويواجه التحديات برأس مرفوع. احنا فخورين بمؤسساتنا وفخورين بالاستمرارية اللي هي سر قوة بلادنا، وأداء الوحدة الترابية غيبقاو تيساينوا الوهم، وحنا غنبقاو نبنيو في الواقع. المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، أحب من أحب وكره من كره، والمؤسسة الملكية هي الضامن الأول لهذا الرباط المقدس بعد توفيق الله وحده لا شريك له. ودابا غنجيو السؤال اللي خاص بكم أنتم، كيفاش تتشوفوا هذه الحكمة المغربية في إعداد قادة المستقبل؟ واش تتحسوا بالاعتزاز فاش تتشوفوا بلادنا تدير خطوات استباقية اللي فعلا تتصدم الخصوم وترعبهم وتخرجهم من جحورهم؟ شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على الموضوع. كان معكم ناصري، استودعكم الله في أمان الله وحفظه.